مش عارفة تظبطي ميزانية بيتك، الفلوس بتاخديها وبتطير منك في أول الشهر. معاكي النهاردة فيديو كله توفير، كله بجد اقتصادي المشتريات وطول اليوم. تابعي معايا الفيديو لحد الآخر وبجد هيفيدك. أنا دعاء ودي قناتي. لو أول مرة بتشوفيني ما تنسيش تدوسي لايك وتشتركي في القناة وتدوسي على كلمة الكل عشان يوصلك إشعار بكل فيديوهات. يلا بينا يا أمارات نشوف يومنا النهاردة اقتصادي جدا، وكمان لأصحاب الميزانية اليومية. صحيت من النوم كده، أول حاجة شربت قهوتي الجميلة، وتعالي نشوف اشترينا ايه وهنعمل ايه تاني النهاردة. تعالوا بقى نشوف شوية كده مشتريات من السوق وهنعمل ايه وهنظبط الميزانية بتاعتنا ازاي، وهنعمل كمان حاجات حلوة. اول حاجة كده معانا، تعالي كده نشوف البطاطس وسعرها وصل لكام. البطاطس القمر بتاعتنا دي الكيلو ب13 جنيه. انا جبت 2 كيلو من البطاطس ب26 جنيه. تقدري تحمري بطاطس، تقدري تسلقي بطاطس، تعملي صينية بطاطس، اي حاجة بالبطاطس. يبقى خلاص اول حاجة كده اساسيات البيت طبعا البطاطس بتاعتنا. تعالوا نشوف جبت ايه كمان. جبت الفلفل ده. الفلفل ده يا بنات بيبقى حلو جدا. ده الكيلو ب10 جنيه. جبت نص كيلو من الفلفل ده ب5 جنيه. يلا بينا نشوف كده حاجة حاجة جبنا ايه كمان. جبت كمان البتنجان ده عشان نعمل بتنجان مخلل سوا. اهو يا بنات البتنجان المخلل من الحاجات الحلوة جدا اللي بصي بتفتح نفسك على الاكل. البتنجان المخلل ده الكيلو ب8 جنيه. جبت كيلو وربع ب10 جنيه. تخللي بقى بتنجان كده وتخليه عندك في التلاجة في علب صغيرة، وتبتدي تطلعي على قد مثلا ايه الاكلة بتاعتك. تعالوا نشوف جبنا ايه كمان. تعالوا نروح الاول للطماطم. الطماطم دي يا بنات كيلو وربع ب10. برضو جبت كيلو وربع من الطماطم ب10. تقدري تجيبي الكمية اللي انت عايزاها ومحتاجاها. تعالوا نشوف جبنا ايه كمان. اهو يا بنات جبنا كمان الجزر. الجزر ده الكيلو ب8 جنيه، لكن الحبة القمر بتوعك دول اللي انا جايباهم يعني ب5 جنيه، يعني اكتر من النص كيلو. يعني انا لما جيت اوزنهم قال لي دول ب5 جنيه، قلت له ماشي هاتهم، فوزنتهم على بعض. جبت ايه كمان. جبت اللبن ده يا بنات. عندنا هنا واحد بيبيع اللبن دول ب5 جنيه، يعني ده ربع كيلو من اللبن ب5 جنيه، اللي هو اللبن اللي بيتعمل بيه الكيكة، بيتعمل بيه اي حاجة حلوة يعني، مش لبن للشرب، مش تقيل يعني. تعالوا نشوف جبنا ايه كمان. العدس الاصفر ده يا بنات حلو جدا، عشان تقدري بقى عايزة تعملي شوربة عدس، تعملي كمان كشري بعدس اصفر براحتك. العدس الاصفر ده ب25 جنيه. النص كيلو ب25 جنيه. تعالى اقولك جبنا ايه كمان. جبت كمان نص كيلو من الدقيق ب15. اهو يا بنات ده نص كيلو، وكمان ربع كيلو تاني لوحده، يعني كيلو الا ربع من الدقيق ب15 جنيه. الدقيق رخص يا بنات. الحاجة اللهم بارك اللهم بارك الحمد لله نزلت وكمان رخصت. جبت ايه كمان. جبت كمان بيض. جبت 5 بيضات ب28 جنيه. تقدري تجيبي البيض اللي يعجبك، يعني حسب افراد اسرتك او حسب انتي هتحتاجي تعملي بيه ايه. جبت كمان الخميرة دي اللي هي الخميرة البودر دي، ملقتش اكياس. الخميرة دي ب3 جنيه. جبت كمان واحدة فانيليا وواحدة بيكنج باودر، الاتنين ب4 جنيه. جبت كمان المناديل الحلوة بتاعتنا القمر دي. المناديل دي عاملة 5 جنيه. فيا بنات اشترينا شوية مشتريات حلوة جدا اقتصادية للسوق، وكمان تقدر اعمل بقى كيكة، هنعمل مع بعض حاجات حلوة كتير قوي، وكمان المخلل بتاعنا البتنجان المخلل. لو وصلتي معايا لحد دلوقتي ما تنسينيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديوهاتي. كومنت حلو كده منك يا قمر علشان ينورني في القناة، وكمان تحفزيني. يلا بينا نكمل بقية الفيديو ونشوف هنعمل ايه تاني. جبت ايه كمان. جبت كده كيس عجينة طعمية، وجبت كمان كيسين فول. كيس عجينة الطعمية ده
ب6 جنيه، وكمان الفول الكيس ب6 جنيه. يعني جبت كيسين من الفول ب12 جنيه، وكيس الطعمية ب6 جنيه. هشيل واحد من الفول في التلاجة، وهبتدي هظبط الفطار بتاعي اقتصادي، وهقولك ازاي تضاعفي كمية الفول ويطلع طعمه حلو جدا. جبت كده حلة على النار، نزلت عليها بحبة زيت صغيرين، نزلت عليها كمان بصي بفصين كده من التوم. ما تزوديش التوم علشان الفول ما يبقاش كله كده ايه، تقيل قوي. تعالي بقى نقطع طماطمتين كده صغيرين، عليهم حبة ملح، حبة فلفل اسود، وحبة كمون. يلا بينا بقى ننزل بالطماطم بتاعتنا على التوم. يلا بينا نقلب الحاجات القمر بتاعتنا دي، واول ما تشمي ريحة الطماطم يعني تدبل معاكي شوية عشان تنزل ميتها. اهم حاجة بصي زي ما انتي شايفة كده هتدبل المية بتاعتها. شمي بقى الروايح الجميلة والحاجات القمر بتاعتنا. هجيب بقى كيس الفول بتاعي، وهبتدي انزل بالفول على الطماطم بتاعتنا. لو احتاجتي تزودي حبة من المية ابتدي زودي، ما احتاجتيش خلاص. واحنا كمان حاطين التوابل على الطماطم بتاعتنا. مفيش اسهل ولا اسرع ولا احلى من كده. اللهم بارك. هوريكي شكل الفطار هيبقى عامل ازاي، وكمان اقتصادي وجميل جدا. يعني بصي يكفي عيلة. نزلت كده بالفول بتاعي، وهبتدي اقلب فيه كويس قوي علشان بقى يتسخن، والطماطم والثوم يتظبطوا مع الفول بتاعي. هنعمل ايه كمان؟ دوسي بقى لايك واشتركي في القناه لو لسه ما اشتركتيش. كومنت كده حلو منك يا قمر، وقولي لي يا ترى هتعملي غدا ايه النهارده؟ ظبطتي الميزانيه ولا لسه؟ ظبطتي نومك ولا كمان لسه ما ظبطتيش النوم بتاعي؟ طبعا كلنا خارجين من العيد النوم بتاعنا ملخبط، تحسي ان احنا قلبنا بننام بالنهار ونقعد طول الليل، معرفش بنقعد نعمل ايه كده يا بنات. خلاص هركن الفول بتاعي بقى. وتعالي بقى فضينا اللي هو عجينه الطعميه، كيس عجينه الطعميه. اوفر طبعا ما بتجيبي من بره. يعني الواحده عامله جنيه ونص بتهيألي دلوقتي الطعميه الواحده، لكن دول ب6 جنيه. اللهم بارك. هيعملوا لنا طبق حلو جدا. هجيب بقى الطاسه بتاعتي على النار، وهبتدي تسخن كويس قوي، وهعمل كده الطعميه بتاعتي كده مدوره. تقدري بقى تعمليها مثلا رفيعه زي الكفته براحتك خالص، تقدري تعمليها بايدك بمعلقه زي ما تحبي. خليكي بقى واقفه كده على النار علشان الطعميه بتتحمر بسرعه. هبتدي كده اقلبها كويس قوي، اوعي تنشف منك واوعي كمان تتحرق. الطعميه بتاعتنا اقتصاديه بدون ما تحطي عليها لا بيض ولا بيكنج باودر ولا اي حاجه خالص. يعني مفيش اكتر من كده بجد. طعم وشكل وكمان فطار لذيذ جدا. هقلب كويس قوي الطعميه بتاعتي، واول ما تتحمر الناحيه التانية ابتدي بقى طلعي الطعميه بتاعتك تتصفى كويس قوي علشان ما تبقاش شاربه زيت. بصي اللهم بارك، الكميه هتشوفيها في الطبق هتبقى حلوه جدا، غير ما انت بتجيبي من بره القرص الواحد بجنيه ونص. عملت ايه كمان؟ كان عندي بيضه واحده يتيمه كده يا دوبك قالتها، قلت بقى تساعد مع الفطار وخلاص على كده. بصي الفطار بتاعنا اللهم بارك اقتصادي وشكله حلو ازاي. الفول، كيس الفول ابو 6 جنيه عمل لي طبقين من الفول. اللهم بارك. البيضه بتاعتي، الطعميه بتاعتي، كمان طماطم وخيار. العيش ده كمان يا بنات كان حلو جدا. وقعدنا فطرنا بقى، وبجد كان فطار زي العسل. محتاجك معايا يا ست الكل. يلا بقى دوسي لايك. فطرنا وخلاص وغسلنا مواعيننا. تعالي بقى نعمل برضو غدا اقتصادي وسهل وسريع بطعم حلو جدا. جبت كده العدس بتاعي، غسلته كويس قوي وصفيته من الميه، وابتديت نزلت عليه بالخضار. الخضار بتاعي عبارة عن ايه؟ عبارة عن بطاطستين، جزرتين، طماطميتين او طماطمايه، كمان بصلايه كبيرة، ونص معلقة كده من الثوم، وكمان مكعبين من المرقة، حبة ملح، حبة فلفل اسود، وكمان حبة كمون، وحبة من الكركم. هي دي يا بنات كل التوابل اللي تبتدي تحطيها على العدس والخضار كمان. في ناس بتحط على العدس كوسة، بس انا عمري ما جربتها لانه هيبقى طعمه كوسة واعتقد انه هيطلع مش حلو. فانا بحب ان انا احط الحاجة اللي انا عارفاها او مستطعمة طعمها. اللهم بارك. خلصنا كده الكمية بتاعتنا وحطينا كل الخضار والتوابل، وادي كمان فصين الثوم. هقلب كويس قوي، وهنزل عليه بقى بكمية من المية وعلى البوتاجاز على طول. خلي بالك الاكله دي تتاكل سخنه وكمان جميله جدا، وريحتها تجيبلك لاخر الشارع.
هقلب كويس قوي. تقدري بقى تستخدمي كميه العدس براحتك خالص، ربع كيلو، نص كيلو، زي ما انت تحبي تقدري ان انت تستخدميه يا ست الكل. انا كنت الصبح جايبه في المشتريات نص كيلو 25 جنيه، انا عملت ربع كيلو بس، يعني قول يا ستي ب 12. فبرضه بيبقى اقتصادي، غير مثلا ما انت تكلفي اكله. وبجد حلو جدا جدا، جربي تعملي العدس بتاعك. طبعا بقالنا يعني شهر رمضان كله والعيد بنعمل اكلات يعني متغيره، فلازم بقى بعد العيد لازم تظبطي الميزانيه بتاعتك، ولازم تعرفي تبقي ست بيت شاطره بقى، علشان خلاص المدارس والامتحانات. ربنا ينجح لكم اولادكم يا رب. كده يا بنات خلاص بقى هنبتدي نحطه كده على النار ويبتدي يغلي معانا ويستوي تمام. اول ما يستوي معانا هنبتدي ان احنا نطفي. الحبه اللي انا حطيتهم دول يا بنات كانوا كركم عشان اللون، تقدري تستغني عنهم براحتك خالص. وهنا كمان زودت حبه صغيره كمان من الملح. يعني بنظبط العدس بتاعنا، كل ما تلاقي لونه مثلا فاتح ابتدي زوديه حبه من الكركم. مش عايزه براحتك خالص زي ما انت تحبي. في ناس اصلا ما بتحبش تحط الكركم على اي حاجه خالص، بس بجد بيدي لون لو انت ما زودتيش، لكن بيغير الطعم لو انت زودتي كتير. كده يا بنات كان خلاص العدس بتاعنا يعتبر خلاص استوى. هبتدي بقى اطفي النار واخليه يبرد كده تماما، ويلا بينا بقى نضربه كده في الخلاط يا ست الكل، ونرجع بيه تاني في الحله. لو لقيتيه تقيل ابتدي زوديه حبه من الميه، ما لقيتيهوش تقيل، في ناس بتحبه تقيل وفي ناس بتحبه خفيف، حسب ما انت تحبيه. كده يا بنات كان خلاص. يلا بينا بقى نعمل بقى حبة شعرية حلوين كده. نبتدي نحمر الشعرية بتاعتنا. تبتدي بقى ايدك في الشعرية تبتدي تحمري فيها كويس قوي لغاية ما لونها يغير. اول ما لونها يغير ابتدي بقى انزلي بالشعريه على العدس وقلبي فيه كويس قوي. خلي بالك بقى في المرحله دي لو انتي نسيتي العدس على النار هتلاقيه لزق من تحت، فيعني خلي ايدك فيه كل شويه وابتدي قلبي وهدي النار لغايه ما يستوي. طبعا الشعريه ما بتاخدش اي وقت خالص في النار، اول ما بتنزلي بالشعريه على العدس يعني غلوتين 3 وبتلاقيها خلاص استوت يا ست الكل. ادي بصي بقى مرحلة الشعرية دي بتبقى حلوة جدا. كلي بقى احلى عدس بقى. تقدري تعملي بقى فتة عدس، يعني ممكن تحمصي العيش وتبتدي تنزلي بقى بالعدس بتاعك. في ناس يا بنات بتعمل للعدس ده صلصة زي صلصة الكشري لو انت بتحبيها، لكن انا عندي هنا لا مش بنحبها. يا دوبك هو العدس بتاعنا معاه بقى بصلايه كده اللي هي الحمرا القمر، عليها حبة من الخل والعيش، وخلاص على كده. بجد الاكلة دي تقعدي تاكلي فيها لحد ما تقولي يا بس. زي ما قلت لك تقدري تاكليه يعني تشربي شوربه عدس، وتقدري تعملي فتة عدس، الحاجة اللي تعجبك تقدري تعمليها. يعني النهاردة غدانا اقتصادي، قلنا العدس 12 ونص، كمان ربع كيلو من الشعرية او ب5 جنيه شعرية، والتوابل موجودة عندك في البيت يا ست الكل، والعيش بقى من التموين او انتي بتشتريه. اهم حاجة تعرفي تظبطي ميزانية بيتك، اهم حاجة تعرفي تمشي دنيتك تمام. يلا بينا بعد ما اكلنا العدس الجميل وغسلنا بقى المواعين، طبعا عارفين دلوقتي انا هعمل ايه. طبعا القهوة بتاعتي ما استغناش عنها، انا بجد مدمنة قهوة بطريقة غير طبيعية، بحبها جدا. انا حتى لو شفت صورتها بجد ببقى عايزة اشرب احلى فنجان قهوة في الدنيا كلها. قوليلي بقى في الكومنتات يا ترى بتحبي تشربي ايه، او ايه الحاجة اللي انت ما تقدريش تكملي يومك من غيرها. في ناس كده بتتعصب زي كده لو انا ما شربتش القهوة، انت بقى ممكن تتعصبي لو ما شربتيش ايه. شربت قهوتي وقعدنا اتفرجنا على التلفزيون وخلصنا كل اللي ورانا، يلا بينا بقى نشوف عشانة برضو اقتصادي وسهل وسريع. قطعت كده طماطمايه وقطعت خيارايه، عليها حبة من الملح، حبة من الفلفل الاسود، وكمان حبة من الخل، وسندوتشات جبنة عادية خالص بدون اي افتكاسات. كل واحد سندوتش وخلاص على كده. اهم حاجة تعملي سندوتشات اوفر واسرع، وكمان ما توقفكيش كتير في المطبخ. لو عجبك الفيديو وعجبتك القناة ما تنسينيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديوهاتي. اسيبكم في حفظ الله. باي باي يا احلى امارات في الدنيا كلها، مع السلامة.